ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده جامد جدا جدا، يا رب يعجبكم. بصوا بقى انا فين، تخيلوا كده. احنا عاملين ريفيو كده في فندق. كنت في اسكندرية. اسكندرية وجمالها يا جماعة. بصوا احنا طلعتها في العيد الصغير بتاع 2024. فكان لسه الجو ساقع يعني. حجزنا في فندق على البحر بقى، بجد بجد حلو قوي المنظر. هو الفندق حلو بس مش احسن حاجة يعني. بصوا هنا حتى حاطين لنا بطاطين عشان الجو كان ساقع. نرجع تاني للفندق. بصوا انا هعمل لكم ريفيو مفصل مع انه ان هو كان مش رخيص يعني. بصوا زي ما انتم شايفين كده في التلاجة، وهنا حاجة الشاي اللي هو الكاتل، والازاي وكوباية ازاز يعني. خلوا بالكم بقى لو معاكم اطفال. التلاجة اللي هي الصغيرة دي. بس كده. بصوا هو ده جناح على البحر. بص انا مصور لكم كل حاجه بالتفصيل. الاضاءه مش قويه قوي يعني، بس اي شغاله يعني. دي كده كنبه بتتفرد سرير عشان كان معانا الاولاد يعني، وكرسيين وترابيزه. وبصوا بقى هنا الفيو على البحر على طول. شاشه وكانت بايظه والحمد لله يعني، بس احنا مش كنا جايين نتفرج على التلفزيون، فمش مشكله. بصوا معلش بس ايه، كانت ايدي تتهز شويه، بس انا هظبط لكم الكاميرا دلوقتي. بصوا بقى الستارة بلاك اوت، لما بتقفلوها بقى الدنيا بتبقى مظلمة بصراحة. بصوا بقى المنظر وجماله. الشباك بقى اهو. بص هنفتحه دلوقتي تشوفوا الجمال. بجد المنظر روعة. المنظر روعة يا جماعة. الدنيا كانت لسه ساقعة والسما فيها غيوم زي ما انتم شايفين كده. بس بقى كان راحة بال كده، والمنظر ينسيك الدنيا والقاهرة وكل حاجة. ترابيزة تانية كانت تحت التلفزيون. بصوا في باب كده بيفصل بين الأوضة غرفة النوم يعني والريسبشن اللي برا ده. دي ترابيزة للشنطة. وادي التويلت، والتويلت بصراحة كان نضيف، وسخان فيه مية سخنة يعني، وسخن وبارد. وده الشاور. حاطين مناديل بقى وصابون وفوط طبعا everywhere. حاطين فوط بصراحة كانت كتير. برضو كانت خامة مش احسن حاجة. كانت خامة خفيفة يعني، بس هي شغال يعني. احنا كده كده كنا واخدين الفوط بتاعتنا الشخصية يعني. بصوا كده. هو الموضوع بس في النظافة. هي الدنيا كانت نظيفة يعني إلى حد ما. ليه بقول لكم إلى حد ما؟ عشان كان في تراب. كان في تراب المفروض ينضفوه، بس اوكي الوايفز قام بالواجب يعني. بس دي بقى الغرفة. بصوا السرير كده. وفي تسريحة وفي كرسي تقريبا واحد او اتنين. مش حاطين لنا وزة بقى وحركات. كانوا يومين حلوين. هو الفندق ده بالفطار، فطار بس. والفطار بيبقى من الساعة تقريبا 9 لحد الساعة، او من الساعة 8 لحد الساعة 11. عشان هم عاملين اصلا اوبن بوفيه. يعني ممكن حد مش قاعد في الفندق يجي يفطر يعني. فاهمين قصدي؟ بيعملوا زي اللي هي الفنادق اللي هي بيعملوا فطار اوبن بوفيه. فكان بيبقى الفطار الى حد ما زحمة يعني. الفطار انا ما صورتوش، دي شاشة تانية جوه، بس زي ما انتم شايفين كده بايظة تماما. وده الدولاب الداخلي يعني. بصوا انا ما بقول لكم الفطار انا ما صورتوش تقريبا، لا ما صورتوش. بيبقى بيض مسلوق وبيض اومليت، مش عليه ملح ولا اي حاجة. ممكن انت تطلبي او كده. لبن خفيف. لبن بيبقى في بتاعة كده سخنة، بس بيبقى خفيف ملوش طعم يعني. احنا اوريدي كنا جايبين لبن.
وشاي ونسكافيه، بس انتي اللي بتقولي لهم فبيعملوا لك حاجه رخمه شويه، مش زي مثلا الفندق اللي كنا في شرم الشيخ. بصوا برضو الشباك هنا كان برضو على نفس الفيو، بصوا نفس الفيو، حاجه كده في منتهى الروعه. هما تقريبا يعني هو الفكره كلها في القعده دي بس. هو حلاوه الفندق ان هو على البحر. يا خراشي بص المنظر، عايزه اروح تاني. اسكندريه وجمالها يا جماعه، احلى تحية لاسكندريه وناسها. بص المنظر بجد رائع، الواحد ما كانش عايز ينزل. في اسانسير هو اسمه ريجنسي. بصوا المنظر. بس في اسانسير، وفي طبعا حد بيطلع لك الشنط والكلام ده كله. اجمالي التجربة كانت حلوة، بس هو غالي. يعني احنا كنا طالعين وغالي، بس هو بيعمل ساعات اوفر لو حجزتي وكده، وطبعا بتحجزي قبلها بالفيزا او بالانستا باي والحاجات دي، عشان تروحي تبقي حجز يعني على الغرفة على طول، علشان طبعا في العيد وفي الحاجات دي بتبقى زحمة جدا. لكن السيرفيس الناس ذوق بصراحة، الناس ذوق ومحترمين. بس عاملين زي ما قلت لكم الفطار بس وتمام. كان يومين حلوين بتوع العيد، وان شاء الله لو حد حابب يروح ارشح له الفندق ده يعني، وان شاء الله هينبسط. وبس لو حابين تسألوا على اي حاجة اكتبوا لي كومنت وانا هرد عليكم. اسيبكم بقى مع المنظر الحلو ده. لو حد كمل الفيديو للاخر يا ريت يعمل لي لايك كبير وكومنت، وانا بحبكم قوي 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 قوي.